السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه بدون فرن بالشكلاط والكاوكاو، كتجي زوينه بزاف والمنظر ديالها كيجي راقي. غادي نحتاجو في مقادير هذه الوصفه. عندي هنايا الشكلاط اسود. بالنسبه على حسب الكميه اللي غادي تصوبي ديال هذه الحلوه، غادي نحتاجو شكلاط اسود، وغادي نحتاجو شكلاط ابيض، وغادي نحتاجو كاوكاو اللي مطحون بهذا الشكل هذا، يعني مهرمش، ولكن يعني مهرمش رقيق، ماشي ما نخليوهش غليظ، بهذا الشكل. وغادي نحتاجو هذا المول هذا اللي فيه غادي نصوب الحلوه ديالي بهذا الشكل. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير الشكلاط ابيض والشكلاط كحل، غنديرهم في حمام مريم باش غادي يذوبوا، يعني ندير كل حاجه بوحديتها. من بعد كناخذ المول ديالي وكناخذ الشكلاط الابيض اللي ذوبته في حمام مريم، كنديروه هكا في شي بلاستيك بهذا الشكل هذا اولا شي بوشيط، وغادي نقطعو يعني غادي نقطعو رقيق بزاف. ندير خطوط تكون صغيره بزاف في قلب هذا القالب بهذا الشكل هذا، كتلاحظي الشكل. وغادي نخليه، من بعد غادي ندوز نحضر الحشوه. من بعد كناخذ هاد الكاوكاو كنديرو هكا في شي زلافه، وغادي نضيف له الشكلاط ابيض حتى يتجمع لي ويبقاو كيتشكلوا لي كريات صغارين من هاد الكاوكاو. غنضيف القليل ديال الشكلاط وغادي نخلطو مزيان حتى نحصل على عجينه نقدر نشكل منها كريات صغارين. ندير شويه ونخلط، ولا بقى خاصني عاد نضيف الشكلاط. من بعد ما ضفت الشكلاط كناخذ القليل من داك الكاوكاو وكنشكل كويرات يكونوا هكا صغارين، يعني ما نديرهمش كبار على حسب المول اللي عندي. وغادي نحطهم عاوتاني نشكل كره حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي كامله. كما سبقت لي وذكرت، يعني ما نديروش الشكلاط بزاف، يعني حتى نديرو شويه بشويه حتى يتجمع لنا. انا غنستمر حتى غادي نسالي هاد الكاوكاو ديالي كامل نشكلو على شكل كريات صغارين. من بعد ما ساليت داك الكاوكاو ديالي شكلته على شكل كريات، كناخذ الشكلاط الكحل اللي درتو في حمام مريم وكنديروه في شي بوشيط ولا في شي بلاستيكه. من بعد غادي نعمر هاد المول ديالي بالقليل من الشكلاط اسود، يعني ماشي بزاف. بهذا الشكل، يعني مجرد نصو. غنستمر حتى نعمر انا هاد المول ديالي. من بعد ما نصيت هاد المول ديالي بالشوكولا كناخذ هاد الكويرات اللي شكلت من الكاوكاو وكنديرهم في الوسط بهذا الشكل هذا. كما سبق لي ذكرت هاد الكويرات نديروهم صغيورين، يعني ما نكبروهمش. انا غادي نستمر حتى نعمر هاد المول ديالي كامل بهذا الكاوكاو. ناخذ الشكلاط ديالي وكنغطي هاد، يعني هاد الكاكاو ديالي كامل بالشكلاط ونعمر هاد ليمول ديالي. انا غادي نستمر حتى غادي نسالي. من بعد ما ساليت تعمر المول ديالي بالشكلاط غادي ندخلو للثلاجه تقريبا واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق، يعني دغيا كيتجمد لنا. من بعد ان شاء الله غادي نجبدو باش نقدمو لكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. دابا الشكلاط ديالي من بعد ما خليته في الثلاجه حتى جمد لي تماما، انا غادي نحيدو من هاد المول باش غادي نوريكم الشكل ديالو كيف كيجي. انتما كتلاحظوا يعني الشكل ديالو كيف كيجي، ولا المنظر ديالو كيجي زوين بزاف. انا غادي نستمر حتى غادي نحيدو كامل.
هذا هو الشكل الحلوه ديالي من بعد ما حيدتها من داك المول. بالنسبه لهاد الحلوه كيمكن لك تخليها بهذا الشكل هذا، تستفيها في بلاطو كيجي المنظر ديالها زوين بزاف. والا بغيتي تزيدي لها يعني منظر اجمل وكيجي المنظر ديالها زوين وراقي بزاف، كنصاوبوا لها ملمع غذائي نحاسي بهذا الشكل هذا، كيعطي منظر زوين بزاف للحلوه. انا غادي نوريكم كيفاش خدمته. يعني كناخذ فرشه بهذا الشكل هذا، كناخذوا الملمع النحاسي، يعني ملمع غذائي راه كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. كيمكن لك تستعملي اي نوع، كاين بزاف الانواع ديال الملمعات، يعني كاين نحاسي، غير النحاسي راه فيه جوج الالوان، وكاين الذهبي وكاين الفضي، يعني كيمكن لك تختاري اللون انت اللي بغيتي. كناخذوا بحال دابا هكا الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكناخذوا الملمع والفرشات، ومن بعد ما نهزوا الملمع في الفرشات ديالنا نفضوا الفرشات باش ما كيجيناش داك اللون يعني غامق بزاف على الحلوه. نفضوها مزيان وكندهنوا الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. انت كتلاحظي يعني هذا الملمع كيعطينا منظر زوين بزاف للحلوه. انا غادي نصوب معكم وحده اخرى. ناخذوا القليل من الملمع، نفضوا مزيان هاد الفرشه ديالنا، ونزين الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا. انا غادي نستمر حتى غادي نسالي هاد الحلوه ديالي كامله، وان شاء الله نقدمها لكم وتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت لكم اليوم، اللي درتها بالشكلاط وعمرتها بالكاوكاو. كتجي زوينه بزاف، وانت كتلاحظ يعني المنظر ديالها كيف كيجي، خصوصا بعد ما زيناها بداك الخطوط ديال الشكلاط الابيض وبهذا الملمع الغذائي، كيجي المنظر ديالها راقي وزوين بزاف. كنتمنى انه هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، ونلتقي في وصفه جديده والى اللقاء.